الساعة 8 الصبح مع السلامة يا سونا بقى، وسيبني مع بنوتك القمر دي كده علشان ايه انيمها، ويلا بقى اجري يا مجدي. ننجز كل حاجة بمنتهى السرعة. والله العظيم ما انتوا عارفين لو شغل البيت بيخلص بالانجاز وبالسرعة دي احنا محدش فينا هيشيل هم حاجة. الفيديو بيجري بسرعة يحمسنا نقوم علشان نشيل البيت ونهده وننكته، وهوب نلاقي نفسنا بقالنا 5 ساعات بننضف فيه. انا طبعا بهزر، هي طبعا فيديوهات بتبقى متسرعة، بتحسسنا ان كل حاجة سهلة وسريعة، ويلا هوب كل حاجة هتتنضف. يلا قبل ما الجوز يرجع من البيت والاولاد يرجعوا من المدرسة، او البنوتة اللي نايمة او البيبي اللي نايم يصحى. ولكن بتدينا حماس، والله بتدينا حماس وطاقة، ولكن هي مش بتخلص بالسرعة دي. لو كل حاجة بتخلص بالانجاز ده تك 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 كده كده محدش هيغلب، وحياة ربنا محدش هيحس بشغل البيت. فطبيعي ان كل حاجة بتاخد وقت، وان احنا فعلا بنتعب وبنشقى فيها قوي. هتعمل كيكه اهو كمان، شفتوا احنا ستات مش عارفين قيمه بيوتنا. خلصت المطبخ وعملت الكيكه، وهتدخل الكيكه وهتكمل بقى تنظيف المطبخ بتاعها، وتلم سجاجتها وتعمل كل حاجه تك 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 بسرعه 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 قبل ما حسين سونا يرجع من الشغل ويلاقي الدنيا كمان مش نظيفه. وغير كده وكده مسكت كمان المشايات الصغنطوطه دي وقفت تغسلها. اللي انا ملاحظاه ان الناس دي معظم فيديوهاتهم في بيبقى حوض بره البيت، بيبقى عبارة عن زي يعني مش عارفة اسميه ايه، زي الرخام، او زي بنفس الشكل كده، بيدعكوا فيه وبيغسلوا فيه وبيعملوا فيه كل حاجة، وبينضف الحاجة جدا. يعني دوت لونه اسود، فيه غسالة وفيه كل حاجة، لكن الحوض ده بيستخدموه في حاجات كتير جدا. في حد تاني برضو بيعمل زي الفيديوهات دي وعندهم نفس الحوض ده بيعملوا فيه كل حاجة. انا مش عارفة نوعيته ايه، او هو زهر او هو جرانيت او ان هو طوب، لكن فمش عارفين هو ايه، ولكن هم بيستخدموه في كل حاجة. وعندهم ما شاء الله كب المية في البيت كل يوم، زي ما يكون مفيش اسلاك ولا اجهزة في الارض. انا من الناس اللي لما بحب بقى اقوم على الشقة كده واهدها وانكتها، بحب ان انا اكب مية واعمل كده، بس طبعا براعي جدا الاسلاك، وان انا ارفع الاسلاك كويس جدا جدا، لان دوت طبعا شيء خطر جدا جدا يعني. فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده كويس. وبس كده عطرت الشقة وخلصت كل حاجة، وسونا رجعت اديته بنته واغمى عليها. الفيديوهات بقى التانية اللي هي فيديوهات تنظيف الحمامات، بصراحة يعني الحمام، انا اكتر حاجة بتخليني مبسوطة طول ما الحمام نظيف والمطبخ نظيف. الحمام والمطبخ نظيف، البيت كله نظيف. بصوا بقى، يعني راحة نفسية. أنا بالنسبة لي فيديوهات دي راحة نفسية، ومعظمنا بيحب يتفرج عليها. وخصوصا بقى أنا من الناس عاشقة المنظفات. يعني أنا ممكن أخش محل المنظفات، أنا بحب أشتري من محل المنظفات بيبقى عنده كل حاجة. ممكن اصرف يعني فلوس كتير جدا 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 على الموظفات اللي انا بحبها بقى، الديتول بقى والكولوريكس والالوان والكولوريكس الجل والحاجات دي كلها رهيبه رهيبه. الحمام نضيف، ريحته نضيفه، البيت كله كل حاجه فيه نضيفه. بصوا، الحمام اصلا ما شاء الله بتاعها تبارك الله جميل جدا. يعني من الحمامات اللي الواحد بيبقى مبسوط كده وسعيد وهو بينضفها. بس هي الفكرة كلها ان كل حاجة بالنسبة لهم بيوضحوا لنا ان هي بتخلص بمنتهى السهولة، لكن هي في الحقيقة والله يا جماعة هم حتى بيتعبوا في تصوير الفيديوهات دي جدا جدا. بس كده هتنضف بقى وتعطر وتفرش ترش المعطر بتاعها وتلمع اخر حاجة اخر تلميعة، وبس كده عطري الحمام. مفيش اسهل من كده. تيجي